بعد الجدل الذي رافق شائعات ارتباطها برجل أعمال أسترالي ونشر صورة مزعومة تجمع بينهما وهما يتبادلان قبلة، خرجت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بن علي بأول تصريح رسمي. فقد نفت بن علي في بيان لها اليوم الثلاثاء أي صلة لها بالصور التي نشرتها الصحيفة الأسترالية ذو أستراليا، زاعمة أنها للوزيرة المغربية ورجل الأعمال أندرو فورست، متعهدة باللجوء إلى القضاء. كما أكدت أن لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالصورة، مشددة على التزامها التام بمقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في الحكومة تدافع عن المصالح العليا للبلد من جهة ثانية. ووصفت المنشور الذي عرض في إحدى الجرائد الأجنبية وتم تداوله من دون التحقق من مصداقيته من قبل بعض وسائل الإعلام المحلية بالمسيء. إلى ذلك كررت أن الصورة ومقال الصحيفة مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، وأكدت أن محاولة التشهير التي طالتها ليست الأولى، معتبرة أنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة. من جهة أخرى، فمن المقرر أن يحل الملياردير الأسترالي أندرو فورست ملك شركة فورتسكيو العالمية خلال الأسبوع الجاري بالمغرب، وذلك تزامنا مع ما تم تداوله عن وجود علاقة حميمية تربطه بوزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي. وأفادت تقارير بأن فورست برمج زيارة خلال هذا الأسبوع إلى المغرب يلتقي خلالها كل من عزيز أخنوش، إلا أن ذلك قد لا يتم بسبب تداعيات ما تم تداوله. يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة ديلي ميل صورة وخبرا عن قصة حب مزعومة بين الوزيرة ليلى بن علي وثاني أغنى رجل في أستراليا، قبل أن تقوم ديلي ميل بحذف الصور دون توضيح.